ايه رايك يا دودة؟ تحفة يا ماما. النهارده هقول لكم ازاي هتعملوا سبونج كيك او الكيكه الاسفنجيه. هنعمل مع بعض التورتايه بكل خطواتها بطريقه سهله وبسيطه، طعمها حلو كفايه ان هي تتاكل جنب القهوه او الشاي. لاول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا لايك وشير للفيديو. اول حاجه هنبتدي بالوصفه. عملنا قبل كده خطوات الكيكه الاسفنجيه. اول حاجه 6 بيضات ومضرب كهربي يكون متوفر عندكم كده، نص كيلو من الدقيق الاسبونج، نص كوبايه ميه، ونبدا نضربهم مع بعض، وكيسين فانيليا وعليهم معلقه من الخل، كله مع بعضه لغايه ما يفتح القوام ويبقى معانا قوام زي الكريمه كده زي ما انتم شايفين، ويكون مفتح معانا كده. وبعد كده بتحطوه في، نحط ورقه زبده ونحط القوام فيها. لو مش عندكم متوفر ورقه زبده تبداوا تدهنوا الصينيه زبده وتنخلوها كده بالدقيق وتنخلوا الدقيق. وبعد كده بتحطوا القوام على درجه حراره 180 على النفر في النص وتشغلوا من تحت. بس لو فرنكم مش بيوزع الحراره تشغلوا من فوق من تحت، مفيش اي حاجه، لمده من 30 ل 35 دقيقه. بعد كده هنبتدي نعمل الكريم. كل كوبايه كريمه عليها كوبايتين من الميه او كوبايتين من اللبن. انا هنا حطيت كوبايه كريمه عليها كوبايتين من اللبن ونص كوبايه من السكر البودره. اهم حاجه سكر بودره، لو مش عندك متوفر تقدري تعمليه في المطحنه وتضيفيه. وبعد كده بتضربي الكريمه اللي تاخد معانا من 7 ل 10 دقائق. عايزين لون الكريمه يبقى اللون اللي هو قالب على شوكولاته شويه. احنا عاملين لو عندك شوكولاته دارك بتبداي تخفيها على النار ميه مغليه كده في طبق فوق، وتفكيها كده بمعلقتين لبن. او مش عندك تقدري تعملي خليط الشوكولاته، سهل جدا، هقول لكم عليه لو حابين تعرفوه. تقروا اول تعليق وهقول لكم على ازاي بتعملوا خليط شوكولاته كمان، بيكون خفيف ومش مكلف كمان. نبدا نقطع التورته. انا هنا كنت مستعجله، فعشان ما تفتفتش منك وكده تقدري تسيبيها تعمليها الصبح وتعمليها اخر النهار، او تعمليها بالليل وتعمليها تبداي تقطعيها. لازم كيكه الاسبونج تكون بارده، تسيبيها يوم كامل او مثلا 6 ساعات، ما تستعجليش عليها. تبداي تزينيها الزينه دي حسب ما تحبوا، حسب المتوفر عندكم. تبداوا بقى تقطعوها. اهم حاجه عشان ما تفتفتش معاكم وكده لازم تسيبوها يوم كامل، ما تستعجلوش عليها زي وكده. وبعد كده تبداوا تشيلوا الطبق اللي فوق، هي بيبقى فيها زفاره البيض وكده، تبداوا تشيلوها بسكينه ولا حاجه وتبداوا تزينوا زي ما تحبوا، كريمه شوكولاته اي حاجه. بس انا نسيت اقول لكم على معلقتين الشوكولاته اللي حطيتهم على الكريمه. تبداوا تقلبوها بسباتولا عادي، مش لازم تشغلوا عليها المضرب وكده. بعد كده الخليط، حابه اقول لكم على خليط الشوكولاته اللي هو العادي اللي مش مكلف. كوبايه من الكاكاو عليها كوبايه من الزيت عليها كوبايه من السكر كوبايه من اللبن، كله في الخلاط. تبداي تضربيه من 5 ل7 دقائق. ده بيعمل معانا قوام حلو، بيكون له لمعه وبيكون طعمه كمان حلو وموفر كمان. بدل ما تجيبوا نوتيلا او تجيبوا القالب الشوكولاته الخام وتبداوا تفكوه على ميه مغليه ومعلقه من اللبن كده ولا حاجه. فده يكون متوفر عندكم، ده متوفر عندكم، المتوفر عندكم حابين تعملوه اعملوه. انا بدات بقى اعمل الكيكه طبقات كده، واحط بين كل طبقه وطبقه كريمه وتبداوا بقى تعملوه. انا هنا برتاح في الاسباتولا وكده بفضل اعمل بيها. لو عندكم السكينه بتاعه التورت دي او اي حاجه بتحبوا تزينوا بيها او تمشوا بيها، تقدروا تعملوه، اي حاجه تنفع زي ما انتم شايفين في الفيديو. تبداوا بقى لو عندكم مثلا الصينيه بتاعت اللي بتلفوا بها التورت وكده، احنا حابين نعمل باقل امكانيات كمان عشان كمان المبتدئين ما بيعرفوش يزينوا تورت ولا كده. نبدا نقول لهم ان كل حاجه متوفره، مش لازم نكلف نفسنا. فتبداوا بقى تلفوا كده بالصينيه كده لغايه ما تطلع معانا. وبين كل طبقه وطبقه او بين بعد ما تخلصوا كده بالكريمه تقدروا تدخلوها التلاجة عشان الكريمه ما تفكش معانا برضو، عشان تسهل عليكم الموضوع. انا هنا عملت شوكولاته عندنا سيحتها. لو عندكم ميكرويف والشوكولاته خام ولا حاجه تقدروا برضو تسيحوها في الميكرويف. انا بدات كده احطها في كيس عادي، كيس تلاجة عادي المتوفر عندنا، مش لازم تصعبوا عليكم الحاجات. انا سيحت الشوكولاته وبعد كده حطيتها في كيس تلاجة عادي، وبديت بقى اعمل اي رسمه تحبوها كده زي ما انتم شايفين. بتنزل الشوكولاته بتديها شكل كمان، تبداوا تزينوها بالطريقه اللي تحبوها. انا بديت كده احط شوكولاته بتنزل كده معانا. بعد كده كيس برضو اللي هو العادي او كيس حلواني لو متوفر عندكم. انا متوفر عندي الكيس العادي، بديت احطه في الاشكال بتاعت الكيس الحلواني واعمل الروزيتات اللي انتوا شايفينها كده. مش لازم نكلف نفسنا، مش لازم نعمل حاجه واو كده، مش لازم نشتريها بره بارقام 500 400. تقدري تعمليها باقل تكاليف وما تكلفكيش كتير كمان، وتبسطي ولادك وتعملي ليها اي رسومات عليها كده، ويشاركوكي كمان في عمايلها وفي طعمها زي ما انتم شايفين في اول الفيديو. حابين ابني حابب ان هو يطلع ويقول رايه فيها كمان، وان هي قد ايه عجباه، وان قد ايه ان هو مبسوط وكده هو واخواته كمان. فزي ما انتم شايفين عملت روزيتات اي شكل تحبوه. احنا برضو مش محترفين قوي كده، بس بنعمل حاجه بسيطه وبرضو طعمها حلو زي بره كمان، ويمكن احسن وانضف.
فتبداوا بقى تحطوا كده خليط الشوكولاته اللي فايض عندي كده، بديت احطه كده في نص التورتايه، قسمت بيه التورتايه، وبعد كده هنبدا بقى نحط عليها كده اللي هي الشوكليت شيبس، لو متوفر عندكم كرات الشوكولاته، اللي هو البسكويت الاوريو، اي حاجه متوفره عندكم تبداوا تحطوها على التورته، واي حاجه بتبداوا تشكلوا بيها. تبداوا كده اللي هي البسكوت اللي هو الاوريو ده تبداوا تحطوه بالشكل اللي انتوا بتحبوه، بالطريقه اللي انتوا بتحبوها. تقدروا تجيبوا الحاجات التزيين ده من محل الحلواني او اي سوبر ماركت، بيكون متوفر عندهم الحاجات دي. ديكورات شوكولاته كمان طعمها حلو، بتدي منظر حلو للتورت. وتقدروا كمان لو مش حابين تزينوها، التورت او الكيك الاسفنجي كمان تقدروا تاكلوه بكل سهوله وبكل بساطه. ممكن تاكلوه زي ما هو كده، وتقدروا تقدموه جنب الشاي والشاي بلبن او القهوه من غير ما تزينوه. مش محتاج يتزين، كمان بيكون هش وطري ومرتفع كمان معانا. يعني لو مش حابين خطوه التزيين ده، فاحنا حابين نزينه بكل بساطه وبكل هدوء. شايفين زي ما انتم شايفين الفيديو كده، تبداوا تحطوا كرات اللي هو الشوكليت شيبس، كمان تديها منظر حلو. انا حطيت كرات الشوكولا الشيبسي ده جنب على الكريمه البيضاء، وبعد كده فاض معانا شويه كريمه مش حابين نهدرها وكده، فحبيت احط اسم الولاد كمان كبسطه، بس هو مش عيد ميلاد ولاد ولا حاجه، بس حبيت ان هم كانوا واقفين جنبي وقالوا له قالوا لي اكتبي اسمنا وكده يا ماما، فحبيت احط اسمائهم كده. فمش حبيت اغير يعني الشكل وكده، ان انا اعمله اكتب بشكل اللي هو الرفيع وكده اللي بيكتب الاسماء. فحبيت ان انا الحبه اللي هم متبقيين معايا وكده اكتب بهم الاسماء على قد ما اقدر، عشان ابسطهم وافرحهم كمان. انتوا برضو قوموا جيبوا شويه دقيق، حتى لو دقيق العادي تقدروا تعملوه كمان، وما تكلفوش نفسكم، تعملوا احلى تورته لاولاد وتبسطوهم كمان ويقدروا يزينوها معاكم. انا في الفيديوهات الجايه هشارككم معايا كمان ان هم يكونوا مبسوطين، وان هم يزينوا معايا التورته بتاعتهم عشان اعياد ميلادهم جايه كمان. فحبيت اطلعها بالشكل البسيط ده. يا رب يكون يعجبكم، تقوموا تنفذوها كده وتعملوها وتبسطوا ولادكم كمان. النهارده انا قلت لكم ازاي هتعملوا تورتايه بكل خطواتها بطريقه سهله وبسيطه، وقلت لكم كمان ازاي تعملي تورته باقل تكاليف واقل مكونات كمان بكل خطواتها وتكاتها. وقلت لكم كمان ازاي تعملوا صوص اقتصادي، وازاي تعملوا الكريمه، وازاي تعملوا الاسبونج. يعني الاسبونج 6 بيضات بس، نص كوبايه من الميه، نص كيلو من دقيق الاسبونج، كيسين من الفانيليا، معلقه من الخل، الشوكولاته، اي قالب خام على كسرولة كده، وتبداوا تحطوه في طبق وتسيحوه. لو تقيل معانا بتخففوه بلبن، او الشوكولاته الخام العاديه، كوبايه من الكاكاو، كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، كله في الخلاط اضربوه. الزيت بيديه لمعه كمان، حابين تضعفوا الكميه تضعفوها، حابين تقسموها للنص تقسموها. يبقى كده قلت الخطوات كلها. والكريمه تقدروا تعملوا كريمه كوبايتين من اللبن، نص كوبايه من السكر السكر الناعم البودره، ونص كوبايه من يبقى كوبايتين من اللبن، كوبايه من الكريمه، نص كوبايه سكر ناعم بودره. كده قلنا الكريمه، قلنا مكونات الكيك. تقدروا تحطوه على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص، ما فيش ابسط من كده. شايفين ازاي قد ايه شكلها حلو ومن جوه عامله ازاي، وشايفين الطبقات، وما كلفتناش كتير، وحاجه حلوه تعملوها لاولادكم وان شاء الله تجربوها. شايفين تقدروا تدخلوها التلاجة تاخد وقتها كده وتبرد كمان عشان تطلع وتدي نتيجة احلى كمان. احنا هنا مستعجلين عليها كمان، عشان كده نزلت كده، وكمان قد ايه الطبقات وعالية وهشة معانا. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في التعليقات، واتمنى تقولوا لي على رأيكم كمان. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. مع السلامة. ايه يا دود؟ تحفة يا ماما. المرة دي ولا المرة اللي فاتت؟ المرة دي. حلوة يعني، عجباك؟ اه. طب كلي يا حبيبي.